حبايبي واخواتي الحلوين، يلا بقى نعمل احلى شويه كسكسي مصري كده. بس صلي على النبي يا قلب اختك، واكتبي لي كومنت حلو كده وصلي على النبي. ربنا يهديك ويهدينا يا رب العالمين. حبايبي احنا بقى النهارده معانا دقيق ابيض ودقيق غله. الدقيق الغله طبعا بيدي تست حلو قوي للكسكسي المصري بالذات، خلاف لما تعملي دقيق ابيض فقط. طبعا انا مكست الاثنين. الدقيق ده منخول، اللهم صل على النبي، ونزلت بيه في قلب الكبه كده. وطبعا الميه بتاعتنا دي دافيه مش ساقعه فطره يعني، وحاطه فيها حبه ملح. زي ما انتم ما شايفين انا نازله بالميه بسقسق، مش بنزل بالميه مره واحده. انا مش عايزه عجينه، انا عايزه اعمل كسكسي كده مفلفل ويبقى حلو قوي. تمام. فتضربي ضربه والتانيه وتقعدي تقلبي بالمعلقه بالشكل دوت لعند ما كله يبقى مخرز معاكي كده ويبقى مفلفل وجميل. تمام. اهم حاجه خدي بالك من خطوات الميه، ما تنزليش بالميه مره واحده. وتحطي على قد الكبه، يعني على قد الكبه ما هتاخد معاكي حطي، يعني لا تكتري ولا تقللي في نفس الوقت. طبعا معانا حله، الحله دي فيها ميه. اهم حاجه الميه ما تكونش واصله المصفى من فوق بحيث ان هو ما يتعجنش معانا. ويكون برضو عندك شاشه او عمه بيضه. اللهم صل على النبي. والحله ما تكونش المصفى تكونش مواربه ولا الحله، الاتنين يكونوا لازقين على بعضهم. طبعا في حله اساسا للموضوع دوت، بس طبعا عشان هي مش متوفره فطبعا حطينا حله وفيها حبه ميه وحطينا المصفى الكبيره دي عشان ايه؟ البخار كله يطلع من تحت في المصفى. وكده الكسكسي بتاعنا خلص اهو الحمد لله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تحطي عليه سكر زي ما انت عاوزه. اهم حاجه بعد ما بيخلص وبينزل من على البوتاجاز، تسيحي حته سمنه او سمنه فيرن بقى، سمنه بلدي، اي نوع سمنه انت تفضليه. بتحطيه عليه بعد ما بينزل كده. واهم حاجه عشان يبقى مفلفل معاكي اكتر، ممكن لو لقيتيه كعور معاكي في قلب الشاشه بتروحي جايبه منخل سلك، وتروحي جايبه بقى تقعدي تعملي عليه كده بايدك، تقعدي تفركي فيه، هتلاقيه نزل كده وبقى بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. انا عايزه اقول لك طريقته سهله وبسيطه بجد، مش متعبه، وجميل قوي في الاكل. تاكلي بقى جنب حته بطايه شويه لبن، بجد بيبقى حلو خالص. وبألف هنا وشفاء على قلبنا وعلى قلبكم يا رب.